مش فاهم كل ماتش لعيبه الزمالك تتشتم. انا مش فاهم يعني الناس دي باي وش او باي عين بتيجي يعني. مش عايزين نلعب تاني في القاهره بصراحه يعني. لو كان منتخب مصر كده ما نلعبش في القاهره، نلعب في بورسعيد احسن، او نلعب في اي حته ثانيه. انما كل ماتش وكل حاجه نيجي بنتشتم لعيبه الزمالك يعني بالذات. لو حتى معانا مين لعيبه الزمالك بالاسم بتبهدلوا وبتشتموا وحاجات زي كده، هنلعب ازاي؟ انا مش فاهم. طب منظم كاس عالم ازاي بالمنظر دوت؟ كابتن عبد الواحد السيد، شفتك متاثر بعد المباراه وزعلان من الجمهور. طبعا اكيد احنا منتخب مصر مش لعيبه اهلي ولاعيبه زمالك. انا شايف ان ده جمهور نادي اهلي، والناس غير واعيه بالمره باللعيبه. طبعا احنا مش جايين نتشتم، بنلعب منتخب مصر، ما نلعبش منتخب مصر احسن يعني، ده الافضل يعني. ان لو كان نيجي في الملعب نتشتم ليه يعني؟ الناس دي اللي تيجي تشجع باحترامي ما تجيش، مش واحد جاي يشتم وجاي يهزق في اللعيبه. اللعيبه هيركز ازاي؟ ده انت في بلدك وبتتشتم، امال لو بنلعب بره هنعمل ايه يعني؟ لا ده مش مستوى ولا مستوى تشجيع ولا اي حاجه خالص. ما ينفعش اصلا يبقى ده الناس دي موجوده تشجع مصر حتى. وبعدين التركيز كان قليل جدا في الشوط الثاني نتيجه خروج البعض من الجماهير وهتاف ضد اللاعبين. في نبره حزن في صوتك يعني ليه؟ يعني من التصرفات من القله في الجماهير اللي اثرت على معنويات اللاعبين في الشوط الثاني. لا الجماهير يعني دي تصرفات القله يعني، فبتنسى ان ده منتخب او بتنسى ان دول لعيبه كوره وبيلجأوا الى تشجيع النادي.